شايفين الفطاير الحلوة الجميلة دي مع كوباية شاي حلوة كده في العصرية، بيبقى طعمها تحفة لذيذة جدا. تعالوا نشوف نعملها ازاي. اول حاجة هنا جبنا 3 كوبايات ونص من الدقيق، هنحطهم في المنخل كده وهننخلهم كويس عشان لو فيهم اي حاجة شوائب او اي حاجة تطلع، ويبقى الدقيق بتاعنا نضيف وكمان واخد راحته، ومش يعني ايه في العجن كده مش مكبت. حطينا معلقة من الخميرة الفورية، وعليها معلقة من السكر، وعليها كمان نص معلقة كده من الملح، ونص معلقة من البيكنج باودر، معلقتين لبن بودر، وهنحط كمان عليهم نص كوباية من الزيت. هنقلب المقادير دي كلها مع بعضها عشان الخميرة بتاعتنا والسكر وكل الحاجة تتقلب جوا بعضها. لما نيجي نعمل العجينة ما تجيش تنفخ من ناحية والناحية التانية لأ، لو عملت كده بتبقى الخميرة كلها اتركزت في مكان واحد. اما لما تقلبي كده المقادير كلها مع بعضها، العجينة كلها الدقيق كله بياخد من بعضه، فالعجينة بتطلع حلوة ومتناسقة. قلبنا المقادير كده كلها مع بعض، هنجيب بقى كوباية مية دافية وهنحطها على المقادير دي ونقلب بالراحة. بصوا، كوباية كده من المية الدافية، على حسب بقى الدقيق بتاعك بيشرب ولا مش بيشرب. انتي هتبداي اول حاجة بكوباية، لو لقيتي العجينة معاكي لمت وبقت حلوة خلاص مفيش داعي ان انتي تحطي مية تانية. اما لو لقيتي العجينة لسه يعني ناشفة ويابسة، هتحطي لحد ما تلاقي العجينة بقت مرنة وحلوة معاكي. انا هنا حطيت كوباية من المية وبقين، يعني كوباية ومعلقتين كده، بقين. بصي هتعجني فيها كده اهو. انا بعد ما خلصت كده عجنتها رحت قلت ايه اما اديها كده ضربتين على الرخامة عشان تبقى ايه تاخد وتدي مع نفسها. حطيت حبة دقيق كده على الرخامة وبقيت ايه اعملها كده زي ما انتوا شايفين. جبت بقى الطبق بتاعي وحطيت فيه نقطتين من الزيت، وحطيت عليه العجينة ودهنت الوش بتاعها بزيت. سبتها بقى لحد ما تختمر كده لمدة نص ساعة. تعالوا بقى نشوف الحشوة هنحشيها ايه. انتي احشي زي ما انتي عايزة. انا لقيت عندي هنا بطاطس وبصل، قلت بقى ايه اما احشيها بطاطس وبصل والجبن والكلام ده. انتي عايزة بقى تحشي مثلا تعصجي لحمة وتحشيها، عندك فراخ بانيه عايزة تحشي بيها، عايزة تحشي بميكس جبن بس من غير اي حاجة، عايزة تحشيها حلاوة طحينية، اللي انتي حباه بتعمليه. انا هنا حطيت حوالي بصلة، وحطيت عليها بهارات كزبرة وتوم باودر وبصل باودر وفلفل اسود وملح و7 بهارات، حطيتهم كلهم كده على بعض وبقيت اقلب فيهم، وبعدين رحت كمان نازله عليهم بالبطاطس. تمام، قلبتها مع البصل وبعدين هحطيها شويه ميه كده واستنى عليها، كل ما تشرب ميتها هروح اديها ميه تانية، كل ما تشرب ميتها هديها ميه تانية. ويا سلام كمان لو عندك ايه كده يعني عود بصل اخضر كده تحطيه فيها. انا الصراحه ما كانش عندي بصل اخضر، رحت حطيت خضره. تمام، بصوا تفضلي تسويها لحد ما تيجي تمسكي البطاطسايه كده تلاقيها اتهرت في ايدك. خلاص خلصنا كده، استوت معانا، هنطلعها على جنب تبرد. جبنا بقى العجينه بتاعتنا كده، بصي اهي خلاص كانت اختمرت كده. هنقطعها بقى على قطع عشان نيجي كل قطعه نفردها لوحدها عشان نعرف نحشيها. قطعه كده زي ما تكوني بتعملي ايه عيش كايزر مثلا او كده. بصوا قطعت الكمية كلها كده اهو وهسيبها ترتاح شوية. انا هنا عملتها زي كور كده، بقيت الفهم كده على الرخام عشان تطلع بعد كده الدايرة معايا مظبوطة. يعني ما اجي افردها بالبتاع ده، افردها بايدي او كده، اما اجي هحط فيها الحشو تطلع ايه الكورة كورة كده، يعني تبقى منظرها كورة. بصوا هسيبها كده ترتاح اهو، هغطيها لمدة نص ساعة كده ولا حاجة او 10 دقايق. نقول 10 دقايق، انا ما سبتهاش نص ساعة الصراحة، سبتها 10 دقايق لحد ما ايه جهزت الصاج التاني وايه حطيت له كده مادة دهنية
وبعد كده جبت بقى كل كورة كده هفتحها، هعملها كده بالنشابة. بصوا الفرادة اللي هي بتاعت العجين دي، بقيت افردها كده اخليها كورة، وبعد كده اروح ايه المها، احط فيها البطاطس وميكس الجبن دي، جبنة مبشورة، جبنة رومي على موتزاريلا على تشيدر كده يعني. تمام، بقيت احط البطاطس كده بيدوا تست حلو جدا مع بعض اهو. واحطها بالراحة بقى، انتي بتفردي فيها بعد ما تحطي عليها الحشوة عشان ما تقطعش منك. ممكن بقى تحطيها تسويها على طاسة على البوتاجاز، وممكن تدخليها الفرن. انا هنا بوريكم انا بسويها على طاسة على البوتاجاز، بس الصراحة ما كانش عندي وقت ولا دماغ ان انا اقف كل شوية اقلب فيها، فانا حطيتهم كلهم كده في صينية وسبتهم ان هم يختمروا عشان ادخلهم الفرن. بس دي انا بوريها لكم ان هي ممكن كمان تعمليها على الطاسة. ال ال النار بتبقى اول حاجة اول ما بتحطيها بتكوني مشغلة سخنة خالص، وبعد كده بتوطي عشان طبعا على النار من فوق تستوي. دي عجينة من جوه، لو عملناها على نار عالية مش هتستوي وهتطلع عاملة زي العجينة، فلازم توطيها خالص، تفضلي تقلبي فيها كده. لو عندك بقى دماغ وفاضية يعني بمعنى اصح اعمليهم كلهم في الطاسة. اما بقى لو عايزة تخلصي فاعملي زي ما انا عملت كده، وحطيهم في صينية او في صاج، وسيبيهم يتخمروا حوالي 10 دقايق ودخليها الفرن. انا كده اهو بصوا بقيت احمرها كده على نار واطيه اهي، طلعت بالجمال والحلاوه اللي انتوا شايفينها دي اهي، سخنه مش عارفه اقطعها لكم. بصوا بقى دول اللي انا سبتهم في الايه في الصينيه، سبتهم كده لحد ما اختمروا، وبعد كده رحت جبت حبه لبن كده محطه يعني ايه، مش مكتره الميه عليه، حطيت له كام معلقه ميه كده، معلقتين تقريبا، ودهنت الوش عشان ادخله الفرن. هدخله الفرن على درجه حراره 200 اهو شايفين. هسيبه 3 دقايق في الرف التحتاني، 3 دقايق بالظبط، وبعد كده هطلعه في الرف الوسطاني، وهخلي درجة الحرارة على 180 لحد ما ايه الوش بتاعه يتحمر زي ما انتوا شايفين كده اهو. رشيته بشوية مية وغطيته بالقماشة دي عشان البخار يطلع ويرجع تاني ويطلعه يعني ايه يطلع بسهولة معايا، ورصيته كده الرصة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي. وبس خلاص خلص كده الفطير معانا. احلى فطير واسهل فطير ممكن تعمليه، مش هياخد معاكي وقت، ممكن تعمليه في الطاسه وممكن تدخليه في الفرن براحتك بقى. يلا بقى جربوه، قولوا لي ايه الطريقه، ايه رايكم يعني في الطريقه، ممكن تعمليه حلو وممكن تعمليه حادق. يلا بقى باي باي.